تعالَ أقول لك إزاي تتكلم صيني 每天दिन में早上您来都लोग आ أو حتى هندي आप हर सुबह उठते हैं ग्राहकों के जवाब देने और बिक्री के द्वारा أو حتى فرنساوي सुबह réveillé chaque matin, vous êtes préoccupé par le fait de répondre aux clients, vous essayez de vous maîtriser pour vendre. من غير ما تتعلم لغات، أنت بس محتاج level lab. الفيديو اللي قدامك ده قادر إن هو يخلّي لك الفيديوهات بتاعتك بأكتر من لغة، وكمان تقدر تدمجهم مع NTN بحيث إن أنت تدخّل الفيديوهات بتاعتك تتحول لك لأي لغة أنت عايزها من غير ما تدفع كتير. الlevel lab تقدر إن أنت من خلاله تخلّي الفيديو بتاعك مدبلج لأكتر من لغة، سواء اللغة بتاعتك أو حتى لغات تانية كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. من خلال الموقع ده تقدر بس إن أنت تحدد له بس كام شخص بيتكلم، وإيه هي اللغة، وإيه اللغة اللي أنت عايزها، وكمان يقدر إن هو يحوّل لك لأي لغة أنت محتاجها. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الفيديو ده اكتب لي بس كلمة تم، وابعت لك الscript أو ابعت لك الشرح مجانا، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. أهلًا بيكم من جديد، معاكم رامي خليل من NTN بالعربي. النهارده بإذن ربنا هنتكلم على إزاي تحوّل الفيديو بتاعك لأكتر من لغة ومدبلج، مش subtitle أو أي حاجة زي ما أنت شايف كده. 每天的早上您来都落照要回应客户 طبعًا أنا هنا محوّل من عربي طبعًا Chinese. أنا طبعًا ممكن أقدر أختار اللغة اللي أنا عايزها، ممكن إن أنا أختار كل دي لغات، أنا ممكن إن أنا أعمل اللغة اللي أنا محتاجها، ممكن أرفع من خلال اليوتيوب، تيك توك، أي حاجة وهكذا. بس قبل ما نبدأ متنساش إن أنت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة أنت محتاج إن أنت تعمل account على eleven labs. أول حاجة هتخش على elevenlabs.io. طبعًا أنت عندك اختيارات كتيرة جدًا، أنت ممكن تسجل بجوجل، أنا هاختار إن أنا أسجل بجوجل. بيبدأ يدخّلني بقى على حاجة اسمها الapplication. طبعًا أنت عندك هنا أهوّة أدوات كتيرة جدًا هو بيوفّر لك، يعني أنت تحوّل الكلام لصوت، ممكن أنت تغيّر الصوت، تعمل sound effect، تنقّي الصوت بتاعك voice isolator، أو إن أنت تخش الإستوديو تبدأ إن أنت تعدل. النهارده إحنا هنستخدم حاجة اسمها الdubbing، اللي أنا أغيّر الصوت بتاعي. طبعًا أنت محتاج الفيديو لازم ترفعه طبعًا. تقدر ترفع من على اليوتيوب، وتقدر ترفع مع التيك توك وهكذا، بس لازم تبقى مشترك في باقة من الباقات. هابدأ أدوس على create adopt، وبعد كده هابدأ إن أنا أكتب اسم المشروع بتاعي. مثلًا أنا هاكتب اسم المشروع على اسم اللغة، فأنا محتاج مثلًا اللغة الصينية Chinese، تمام؟ فهابدأ إن أنا أختار، أقول له أنا عايزك تعمل detect للغة، أو إن أنا أختار اللغة بتاعتي عربي، بس نصيحة مني خلّيها detect، و هتختار اللغة اللي أنت عايز تغيّرها. طبعًا أنا هاختار مثلًا هنا الروسي المرّة دي، أو خلّينا Chinese. أنا للأسف ممكن طبعًا تختار أكتر من لغة براحتك، تمام، بس أنا اخترت الصيني والروسي. وهنا بيبدأ يقول لي الsource بتاعك إيه. طبعًا أنا هاعمل upload، لإن أنا عشان أختار اختيار من الاختيارات دي محتاج إن أنا أبقى دافع. فهابدأ أقول له upload، وهابدأ أرفع الvoice بتاعي، أو sorry الفيديو بتاعي. الفيديو بتاعي أهو. هابدأ أقول له ده شخص واحد بس اللي بيتكلم في الفيديو، وهابدأ أقول له create adopt. طبعًا لازم يبقى هو بيدّيك حوالي 10,000 credit في الأول مجانًا. بعد كده بعد ال10,000 يا إما تعمل account جديد، يا إما إن أنا أعمل upgrade للبلان بتاعتي، والبلان بتاعتهم بتبتدي من أول 11 دولار في الشهر، وبيدّيك حوالي 33 أو 30,000 كلمة، أو يعني بيعِد الكلمات اللي في الصوت، أو آسف 100,000، تمام. وال1000 بحوالي 30 سنت. طبعًا في باقات تانية أكتر، ماشي، وهكذا. أنا هاستنى لمّا الفيديو بتاعي يترفع، وهابدأ أروح أشوف النتيجة بتاعتي. طبعًا هو خلّص عمل لي أهو Chinese وChinese، بس هو كده يعني عمل لي Russian أهو، وأدي Chinese عشان أنا كنت مسمي بس الproject باسم Chinese. تعالَ نخش نشوف الفيديوهات بقى بعد ما اترجمت.每天早上的醒来都担心要回应让客户呢努力推销呢，留下去找人手外面的 صحيح. بعد كده هنا الRussian اللي هو الروسي. Просыпаешься каждое утро, думая о том, что нужно ответить клиентам и попытаться продать. Что нужно تمام. وكده أنا دبلجت. طبعًا تقدر من خلال الAPI برضه، لو أنا رُحت مثلًا أهوّة ورُحت جِبت API. طبعًا أنا استهلكت أهوّة حوالي 7000 في الفيديوهين. ممكن من الAPI key تقدر إن أنت تروح تcreate API key، وتروح تaccess على حاجة اسمها الdebugging، اللي هو يعني يروح
يعمل هو بقى الترجمة الحرفية، بس مش عن طريق الموقع. ممكن تروح بقى على NetN وتجيب حاجة اسمها HTTP request، وهاعمل لكم فيديو عليها. لو عايزين الفيديو تملوا بس كلمة تم في الكومنتات، وأنا لو كده هاعمل لك فيديو بإذن ربنا على الموضوع ده. طبعًا بتروح تاخد الAPI وتروح تبدأ إن أنت تعمل الcredential في NetN، وتبدأ تربط الموقع بتاع Eleven Labs بالموقع بتاعك، بحيث إن أنت ترفع الفيديو على Google Drive ويدبلج على طول، وينزل كمان على اليوتيوب من غير ما تدفع ولا جنيه. طبعًا مش نهاية الفيديوهات، ممكن أنت تنزل تحت وتلاقي الفيديوهات اللي فاتت تتفرج عليها وتعمل subscribe عشان الفيديوهات اللي جاية. كان معكم مروان خليل من NetN بالعربي. سلام.